بونسوار البنات، اليوم جبت لكم ديسير بنين وساهل. وشوفوا كي راقي، الشكل تاعه راقي وساهل بالخف يوجد، ومقادير تاعه بسيطه. نبدو بسم الله. الوصفه تاعنا نديرو شويه حليب مع شويه فلان يطيبوا فوق النار، ومن بعد نديروهم في حاجه ونديروهم في كونجيلاتور يبردوا مليح، ونحكموا طبسي نديرو فيه الكاطو، اي نوع تاع كاطو نستفوهم بهذه الطريقه. وجبت شويه قهوه درت فيها نص ملعقه تاع سكر وسقيتهم هاك. الاولى كنت خايفه من الكاطو تاعي يبان لي طري بزاف، خفت تكون نغمسه في القهوه غادي يتكسر لي وما نقدرش نستعمله، يعني ما نقدرش نستفه. درت هذه الطريقه بصح من بعد كي جربت خرج لي نورمال. عاود كي يبرد الفلان تاعنا نجبدوه، نديرو 4 ملاعق تاع كريم شانتيي نخلطوهم بالباتور نطلعوهم كي لاموس. الا عندكم هذا الفرomاج ريجي من الافضل ديرو باش يعاود لكم الذوق، بصح الا ما عندكمش معليش. من طلعتها درتها في بوش وقطعت شويه بنان، وبديت ندير طبقه تاع لا كريم فوق الكاطو بهذه الطريقه. نحاولوا نستعملوا لابوش باش تجينا الخدمه تجينا متقونه، ما تجيناش مخربشه. درت طبقه تاع لا كريم وفوقها طبقه تاع بنان، وعاود زدت طبقه واحده اخرى تاع كاطو تاني غمستها في القهوه. في القهوه ما تكثروش فيها السكر باش تجيكم باش يجي الذوق متعادل، ما تجيكمش حلوه بزاف تقهمكم هكا، تجي شويه تجي مليحه. البنات هذا الوصفه تجي بنينه بزاف وتجي ساهله، غير جربوها. انا دي فوا كي نبغي ندير سهره وما يكونش عندي الوقت بزاف، ما نبغيش نعيي روحي، جربوها دوك تشوفوا. ودروك هنا بقيت ندير في لا كريم من الفوق بهذه الطريقه، الشكل راه واضح في الفيديو. وحكمت مورسو تاع شوكولا كان عندي زينت به كاع من الفوق. طريقه سهله غير تبعوها. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات. خلوه يبرد مليح عاد وقدموه. بصحتكم، شهيه طيبه، وما تنسوش تدعموني.